السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم جميعا. معكم أخوكم عمرو الحداد من قناة ازرع صح. النهاردة يا أصدقائي هنتكلم عن نبات مسك الليل. نبات مسك الليل من النباتات مستديمة الخضرة، من النباتات المزهرة، من النبات اللي بيدي ريحة جميلة جدا، ريحة نفاذة. يعني لو زرعناه في مدخل البيت، في البلكونة، فوق السطح، في أي مكان احنا بنقعد فيه، هيدينا ريحة جميلة جدا جدا. ولكن بنشتري نبات مسك الليل وبنزرع نبات مسك الليل. نبات مسك الليل بيدينا شهر ولا اتنين وبعد كده بيحصل ان هو بيصاب بالامراض، النبات بيصفر، الاوراق بتاعته بيحصل فيها لون ابيض، بتبدا النباتات او الاوراق تتساقط والنبات بيبدا يموت. ولكن احنا النهارده من خلال او من داخل المشتل بتاعنا هنشوف زي ما حضراتكم شايفين ده حجم نبات مسك الليل عندنا اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه تبارك الله يعني. وده نبات مسك الليل حجمه صغير، يبقى معانا حجم كبير ومعانا حجم صغير. هوري لحضراتكم ان الحجم الصغير حاجه تبارك الله، برغم ان حجم النبات صغير جدا، ولكن عايزك تشوف التزهير بتاع نبات مسك الليل في المشتل بتاعنا اهو. زي ما حضراتكم شايفين ده كلها ازهار موجوده في نبات مسك الليل. طيب يا اصدقائي، تعالوا نشوف احنا بنعمل ايه في المشتل، ايه الحاجات اللي احنا بنعملها علشان نخلي نبات مسك الليل هو صغير يزهر الازهار دي وريحته تكون جميله. يعني انا عايز اخلي حضراتكم تشموا ريحه مسك الليل، حاجه تبارك الله. بصوا الاوراق خضراء ازاي، بصوا حجم النبات كبير ازاي. نبات مسك الليل من النباتات الحساسه جدا اللي عايزك تخلي بالك منه. انك لما تاجي اول حاجه بيتاثر بيها نبات مسك الليل وهي عمليه الري. يعني لما تاجي تروي نبات مسك الليل، تروي النبات باعتدال، ولا تعطش النبات ولا تزود كميه الميه اللي انت بتروي بيها النبات. يعني ما ترويش النبات باستمرار وتخلي التربه دايما فيها ميه، فده بيعمل عندك اعفان في الجذور. زياده الري مشكله، بتعمل اعفان في الجذور، عدم قدره الجذور على التنفس، بتعمل اختناق في الجذور. النبات ما بيعرفش ان هو يمتص العناصر الغذائيه، الجذور بتاعته يعني ما بتعرفش ان هي تمتص العناصر الغذائيه. فدي مشكله بتواجه نبات مسك الليل. يبقى لما تيجي تروي النبات، تروي باعتدال، ولما تروي تخلي التربه زي الاسفنجه المبلله. طيب لو انت عايز تتاكد او تعرف النبات محتاج للري ولا لا، علشان ما تزودش كميه الميه او ما ترويش النبات باستمرار او ما يحصلش عندك عفان في الجذور، هتعمل ثقب صغير في التربه بعمق 5 سم وتشوف هل في رطوبه من جوه ولا لا. ما تحكمش على النبات من السطح الخارجي للتربه، لان النبات دايما يعني اكيد ان هو هينشف بسبب الهواء، بسبب الشمس الحاميه، بسبب درجه الحراره العاليه، كل الحاجات دي فهتخلي سطح التربه دايما ناشف. فما تحكمش على سطح التربه ان انت تروي ولا لا. الحاجه الثانيه يا اصدقائي اللي انت تعملها لنبات مسك الليل عشان تخلي حجمه بالشكل ده او تخليه يزهر وهو صغير عندك والازهار كثيره جدا وريحته جميله، اللي هي عمليه التسميد. التسميد مهم جدا لنبات مسك الليل. نسمد النبات كل 15 يوم بسماد الان بي كي. ولو انت عندك سماد طبيعي زي ماء الارز، زي قشور البيض، زي بقايا القهوه، الحاجات دي كلها مفيده لنبات مسك الليل، بتكبر من حجم النبات وبتزود من عمليه التزهير. فتسمد النبات. لو ما عندكش الاسمده الطبيعيه، تجيب سماد الان بي كي من اي مكان او من اي مشتل، من اي مكان بيبيع المستلزمات الزراعيه، وتقول له عايز سماد ان بي كي متوازن. هتجيب كل 15 يوم معلقه شاي صغيره مسح على لتر ميه وتبدا ترجها كويس وتروي بيها النبات بتاعك. دي الحاجه الثانيه اللي تخلي بالك منها بالنسبه لنبات مسك الليل. الحاجه الثالثه يا اصدقائي انك دايما تعمل عمليه نظافه لنبات مسك الليل. يعني ايه عمليه نظافه؟ ان انا اتخلص من الاوراق الصفراء، اي اوراق صفراء زي كده تتخلص منها، في افرع يابسه عندك تتخلص منها، في افرع ميته تتخلص منها، في افرع مصابه عليها حشرات، كميه حشرات كبيره تتخلص منها. الحاجات دي بتدفع النبات للنمو الخضري، بتدفع النبات لعمليه التزهير، بتدفع النبات لان هو يديك ريحه جميله جدا. فعمليه النظافه مهمه جدا جدا. اي اوراق صفراء تتخلص منها، اي افرع يابسه تتخلص منها. عايزك تعرف ان نبات مسك الليل ما بيتحملش اشعه الشمس الحاميه. يعني لو انت في الصيف حاول ان انت تحطه في مكان اشعه الشمس فيه خفيفه، في مكان نص ظل، اشعه الشمس غير مباشره، علشان هو بيحصل احتراق عندك في الاوراق لما بتحطه في اشعه شمس مباشره. الحاجه اللي بعد كده يا اصدقائي، وان نبات مسك الليل ضعيف، ما بيقاومش الامراض اللي بتصيبه، ما بيقاومش الحشرات. في حشره بتصيب نبات مسك الليل، حشره خطيره، وهي اللي بتعمل اصفرار في الاوراق، بتخلي الورقه لونها ابيض. لو انت عندك مسك الليل وبصيت في الاوراق لقيت لونها ابيض، اعرف ان انت عندك حشره تسمى حشره التريكس. طب لو انت عايز تتاكد من كلامي ده،
لو الاوراق عندك بتتساقط والاوراق صفراء والكلام ده كله، هات اي شويه ميه ورشهم على نبات مسك الليل من فوق او على الاوراق. شوف كميه الحشرات اللي هتطلع عندك من نبات مسك الليل. فلازم نبات مسك الليل بيحتاج للمبيدات. نبات مسك الليل بيحتاج ان احنا نرشه مره كل شهر بالمبيدات. هتروح اي محل مبيدات وتقول له انا عايز مبيد لحشره اسمها حشره التريبس، بتجيب وتحط 1 سم على لتر ميه وتبدا ترش النبات. حد هيطلع يقول لي احنا عايزين نرش مبيدات طبيعيه. مفيش مبيدات طبيعيه بتكافح الحشرات دي. لازم عشان نتكلم كلام علمي وكلام بالعقل كده علشان نتخلص من الحشره ونرجع النبات كانك لسه جايبه من المشتل. لو النبات عندك ضعيف هتجيب المبيدات اللي بقول لك عليها وتبدا ترش 1 سم على لتر ميه وتبدا ترش النبات مره كل شهر. والحاجه اللي بعد كده اللي عايزك تخلي بالك منها، لو انت رايح تشتري نبات مسك الليل من اي مشتل من اي مكان في الدنيا، لازم تشوف حجم القصيص اللي مزروع فيه النبات. هل حجمه متناسب او يتناسب مع حجم النبات؟ لو حجم النبات اكبر من حجم القصيص حاول ان انت تاخد نبات تاني غير النبات ده، او تاخد النبات وتبدا انك تعمل عمليه تدوير، او يعني تغير النبات تحطه من قصيص تعمل عمليه نقل للنبات من قصيص صغير لقصيص كبير. دي حاجه مهمه جدا وتعملها في كل النباتات. اخر حاجه هنتكلم عنها وهي عمليه تكاثر نبات مسك الليل. بتتم عمليه التكاثر عن طريق العقله. كل اللي احنا بنعمله بناخد عقله، بس العقله تاخدها من فرع يكون له قديم على الاخر وله حديث، يعني مش حديث النمو. فزي ما حضراتكم شايفين ناخد فرع بالطريقه دي، الطول بيكون من 10 ل 15 سم، نتخلص من كل الاوراق السفليه وبعد كده نسيب ورقتين فقط من الاعلى ونبدا نغرس العقله بتاعتنا في التربه. التربه بتكون ممكن طمي او خليطه بين الطمي والرمل او رمل وبتموس، مفيش مشكله. يعني لو ما عندكش بتموس ممكن رمل وطمي، لو عندك طمي بس مفيش مشكله. ودي العقله بتاعتنا هتغرسها في القصيص بتاعك اللي مليان تربه وتبدا تروي. اول مره بتروي ري غمر وبعد كده بتبدا تروي عند جفاف التربه، وبتحطه في مكان ما بتوصلوش اشعه الشمس المباشره، في مكان نص ظل، يعني تحت شجره، تحت صوبه، تحت اي حاجه من الحاجات دي. وبعد كده ان شاء الله في خلال 30 يوم هيبدا العقله اللي انت اخذتها تعمل عمليه جذور، هتكون جذور عندك وبعد كده تنقلها لقصيص اكبر منه، وبكده انت عملت شجره مسك الليل عن طريق العقله. النبات سهل جدا، هو ده اللي احنا على فكره بنعمله في المشتل. بنحافظ على عمليه التسميد، الري بيكون باعتدال، ما بنزودش كميه الميه ولا بنقلل كميه الميه، بنتخلص دايما من الاوراق الصفراء والافرع اليابسه، ويعني نعمل عمليه تجلين دايما للنبات. عمليه القص مهمه جدا جدا، بتشجع النبات على تكوين نموات جديده. فهو ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا حاجه منه. فلو عجبك ما تبخلش علينا، انزل تحت اعمل سبسكرايب للقناه، فعل الجرس عشان يصلك كل جديد في عالم الزراعه من قناه ازرع صح. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.